هنا ده كده القوام بتاعه، شايفين يا جماعة القوام عامل ازاي اهو. هفضيه قدامكم عشان تبقوا شايفين. ده كده اهو، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي. برطمان طبعا يكون مغسول ومتعقم، يا اما على عين البوتاجاز على الصهد بتاع العين، او مغسول بميه سخنه مغليه ونسيبه مقلوب على وشه لحد ما الميه السخنه اللي فيه تنشف. والغطا برضو نعمله بنفس الطريقه ونغطيه، بيقعد معانا بقى لمده شهر في التلاجة كمان، بس المهم يكون التبريد كويس. ونفتح ناخد بمعلقه ناشفه، وما ننزلش فيه معلقه مبلوله او معلقه مكان اكل، كده يفضل معانا كويس. وبالهنا والشفا. هنعمل مع بعض المايونيز بطريقه سهله برضو وبسيطه قوي. معانا هنا كوبايه الا ربع من اللبن، بس يفضل يكون اللبن المبستر مش اللبن الحليب بتاعنا البلدي، علشان المبستر بيبقى ليه روح اكتر، يعيش لما يقعد فتره طويله في التلاجة. معانا معلقه من الخل هنا. معانا هنا في الطبق رشة ملح بسيطة قوي. معانا بصل بودرة وتوم بودرة. معانا معلقة صغيرة من السكر، وبرضو معانا هنا معلقة صغيرة من المستردة، هنحطها مع بعض اهي، معلقة صغيرة من المستردة. هنبتدي نشتغل. ومعانا طبعا كوباية زيت. احنا معانا هنا الهاند بلندر، هنحط اللبن، هنضيف له رشة الملح والمعلقة الصغيرة السكر والبصل البودرة والثوم البودرة، واللي مش حابب يحط بصل بودرة وثوم بودرة عادي. معانا هنا معلقة الخل، معانا هنا معلقة المستردة. هنحط بقى كوباية زيت. اللي ما عندوش هاند بلندر هيضرب اللبن بالمكونات الجافة دي الأول في الخلاط، وبعد كده ينزل بالزيت عليها على شكل خيط رفيع لحد ما القوام يجمد معانا. لكن انا عشان عندي الهاند بلندر فهو بيعمله بسرعة. هنحط هنا الكوباية الزيت اللي معانا، وهنبتدي نشغل الهاند بلندر. متستغرقش معانا اكتر من نص دقيقة ضرب. شايفين القوام عامل ازاي اهو. وهفضيه قدامكم في البرطمان علشان تبقوا شايفينه. هنا ده كده القوام بتاعه، شايفين يا جماعة القوام عامل ازاي اهو. هفضيه قدامكم عشان تبقوا شايفين. ده كده اهو، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي. برطمان طبعا يكون مغسول ومتعقم، يا اما على عين البوتاجاز على الصهد بتاع العين، او مغسول بميه سخنه مغليه ونسيبه مقلوب على وشه لحد ما الميه السخنه اللي فيه تنشف. والغطا برضو نعمله بنفس الطريقه ونغطيه، بيقعد معانا بقى لمده شهر في التلاجة كمان، بس المهم يكون التبريد كويس. ونفتح ناخد بمعلقه ناشفه، وما ننزلش فيه معلقه مبلوله او معلقه مكان اكل، كده يفضل معانا كويس. وبالهنا والشفا.